الجنيه اتعوم والعملة بتنهار، مش مشكلة، عارف ماليش فيه، اشتري سبيك او بص اتعلم برمجة عشان هي المستقبل، اشتغل فريلانس واقبض بالدولار وعافر. او اقول لك العقارات تمرض ولا تموت. بص انت توفر 25% من دخلك وتعافر. سافر، انت مش شجر. وفر مصاريف السفر للزيت والسكر. ابعدي عن جوزك التوكسيك. حط جزء في البورصة وعافر. استثمر في الون الكوري، في الدينار البحريني، في البن البرازيلي، في الحشيش الافغاني وعافر. بس ايه، عندكم حلول لكل المشاكل؟ معاكم كتالوج الدنيا؟ ليكوا واسطة في الكنترول؟ ما تفهمش غلط، مفيش عيب في النصيحة. بدون النصايح ما كناش بنينا حضارة، ما كناش هنبقى في المكان اللي احنا فيه دلوقتي كبني ادمين. المشكلة لما النصايح بتتحول لتنظير دائم، ويبقى ده رد الفعل الاولاني لما تحصل مشكلة، انك بدل ما تقدم دعم تقدم باقة من اروع النصايح، ويتحول التنظير لعادة. يعني يقول لك الفقر مش عيب، لا طبعا الفقر عيب، وعيب فشخ كمان. الاشخاص اللي بينظروا ما بيحتاجوش يعرفوا الحكاية ولا السياق بالكامل. وريني كده انت فقير؟ دي مشكلة عايزة معافرة. بس كده أنا شغلي هنا خلص وهروح أحل مشكلة تانية. مش شرط يعرفوا كل الأشخاص المتورطين في المشكلة، ما بيسمعوش، فما فيش وسيلة يعرفوا المشكلة الحقيقية عند اللي بينصحوه. سميناها تنظير لأن كلمة تنظير جاية من النظريات، وضع نظرية أو فكرة أو خطة من تخيلات عقلية بس بناء على معلومات بدائية. لما تيجي بقى تحط النظريات دي على أرض الواقع تبان إنها مجرد خيالات فيستك. التنظير عموما مش شيء وحش، هو شيء محايد. بالعكس، أي عمل ناجح بيسبقه تنظير. بنحط الخطة بشكل نظري قبل تطبيقها، بس ده لو النظرية عارفة الواقع وقبل انها تتحقق وبنملك ادواتها. بيسموها حتى التنظير التطبيقي لانها امان وجاهزة تتطبق. لكن التنظير اللي على السوشيال ميديا ده جاهز يتطبق ويتشال في الدولاب. بيكون استسهال، ناس بتتكلم بثقة الخبير، عندهم معلومات مشوشة وسطحية بيحكموا على أساسها. أنت تستثمر فلوسك كلها في الذهب، كله بقى أشرف إبراهيم، وأنت سيبي جوزك عشان علاقتكم توكسيك. أو النصيحة الأشهر، اجري ورا شغفك. عموما ودي مش دايما نصيحة مفيدة، بالعكس ممكن تخلي الأمر ينتهي بيك مفلس ومكتئب. واحد صاحبي أعرفه كده. اختيار مجال الشغل لازم يصاحبه وعي ازاي العالم ماشي. تبدأ مجالك وعينك على النهاية، ما تغرقش في متعة القرار الأول، ما تبقاش عايز تغني طرب والناس عايزة تسمع مهرجانات. مش من الحكمة تجاهل النظام اللي مدور العالم، سواء انت مؤمن بيه بقى وماشي مع قناعاتك ولا لا. العالم لا يهتم بما يكفي. اللي بيخلينا ندي النصايح اللي زي دي شيء بيسمى في علم النفس السرفايفل بايس. ايه السيرفر بايس ده؟ السرفايفل بايس. انت سامعني؟ بالعربي تحيز النجاة. يا راجل كده وضحت. ايه ده بقى؟ تحيز النجاة ده هي انك تشوف حد نفذ استراتيجية ونجحت معاه، فانت تفتكر انها شغالة مع كله. كل الناس اللي هتلعب كورة هتبقى محمد صلاح، كل الناس اللي بتعافر بدون تفكير هتبقى ستيف جوبز. قدام كل فنان ناجح مشي ورا شغفه ووصل للأوسكار في مئات الفنانين مش لاقيين ياكلوا. وقدام كل واحد استثمر في البورصة وبقى ملياردير في مئات ما عملوش حاجة مبهرة. مش قصدي من الكلام ان احبطك وبقولك ما تعافرش ولا تحاول، ولكن الحياه ملهاش استراتيجيه واحده تنفع مع كل الناس في كل البيئات والظروف. مفيش خبير مالي هيقول ان في طريقه واحده لجمع المال. مش فكره كويسه ابدا اننا ناخد نصيحه من على النت معممه لكل الناس ونطبقها بدون تفكير، ولو فشلت نحس ان المشكله فينا وهي كانت مجرد نصيحه مش مستويه من شخص ما يعرفكش ولا يعرف قدراتك. لاننا كبشر عندنا ميول اننا ننصح، احنا ميولنا كتير وحواراتنا كترت. انا شايف ننقرض احسن. الو كيم حبيبي، توكل على الله. بناخد طراطيف المشكلة ونحكم على أساسها، كأننا بنقول للطرف اللي بننصحه أنت مش ذكي كفاية عشان تحل مشكلتك بنفسك ومحتاج حد يفكر لك. فبنغرس الأفكار والمواقف اللي بنؤمن بيها في دماغه بدون ما نسمح للطرف المنصوح إنه يختبر ويجرب ويتعلم ويلاقي حل لمشكلته بالطريقة اللي تشتغل معاه. التلقين عموما وسيلة ثبت إنها أفشل طريقة للتعليم. أنا عارف إنك عايز تساعد، بس تلقي النصايح شيء مرهق ومحير، خصوصاً إن قلة العلم والخبرة بتخلينا بدون قصد نلوم الضحية. تبقى مشكلة بحجم انهيار العملات والتضخم وكساد اقتصادي، ويبقى المشكلة عند المواطن، أنت اللي ما بتقبضش بالدولار. أنت هنا مشغول بحل المشكلة الغلط، بتناقش التحدي السطحي كأنه هو المهم. تقديم النصيحة والإجابات السهلة السطحية بتمنع الناس إنها تتعلم. فحط في بالك إن ممكن نصيحتك تكون مش كويسة زي ما أنت متخيلها، وممكن تأذي اللي تنصحه بدون ما تقصد وتخليه يضيع وقته وحياته
وفلوسه، وبتضعف ثقته بنفسه وقدرته على الحل. بتقول له بشكل غير مباشر انك احسن منه، انه مش ذكي كفايه، مش محترم كفايه، مش حكيم كفايه. طبعا انت مش قصدك ده، لكن لما وحش التنظير بيتملكنا بنفقد جزء من انسانيتنا وتعاطفنا، وبيأثر كمان على رغبتنا احنا في التعلم. بنلجأ لاجابات سريعه خاليه من التأمل، من نوع عافر، اشتغل واستثمر، وبنستخدم اجاباتنا دي كدرع. بنقنع نفسنا اننا لمين الموضوع، ما نعرفش ان الاجابه دي بتحل مشكله سطحيه وراها مشاكل اعمق واعقد. لكننا بنفضل نقول اجابه سريعه حتى لو غلط، على اننا نحس ان الموضوع معقد وملوش اجابه سهله. وعشان برضه نفضل مقتنعين ان الحياه عادله واللي بيعاني فيها اكيد هو اللي مقصر، بنحرم نفسنا عن اننا نتعلم اكتر عن مشاكل الناس الحقيقيه واصول كل مشكله. فخليني افاجئك واقول لك ان الحياه الدنيا مش عادله. في ناس بتتواجد في المكان الصح في الوقت الصح، في ناس بتتولد في بيئات افضل عندهم جينات افضل، لكن ده ما يمنعش اننا كلنا نقدر نحسن من مستوانا ونغير حياتنا. بس لازم الاول نعرف احنا مين واحنا فين، ونتقبل وضعنا، ونعرف بنفسنا عايزين نبقى فين ونحقق ايه، ونقدر نعمل ايه النهارده وكل يوم. لو سمعنا كلام سطحي وسيبنا البيت بدون ما يبقى لينا ظهر، او استثمرنا بدون معرفه في الاقتصاد وعافرنا بدون ما يبقى عندنا خطه، مش هنقدر نكمل. النصايح دي مش هتبقى طوق نجاه، هتكون مجرد قرار متهور. اللي بينظر بيتوهم انه شايل مسؤوليه كل اللي حواليه، لازم يبقى عارف اجابه كل الاسئله. فخلينا اطمنك، انت مش مسؤول تنقذ حياه حد. لو عاوز تساعده فعلا اسمع له واساله، وايه كمان ساعده يشوف اصل المشكله واللي يقدر يتعلمه ويطبقه بالنسبه لظروفه. لان كل مشكله ماديه او نفسيه او اجتماعيه مكونه من طبقات، كلنا بنحاول نعيش ونتعايش، رغم ده بنحس اننا مقصرين واللي بنقدمه مش كفايه. خطابات التنظير في الحقيقه مش بتساعد، لكنها محبطه، لانها بتحمل وعود حالمه لكن مع الاسف بحلول وهميه. فالرحمه حلوه. واهدى شويه بقى، ها اهدى.